السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفقات الزمالك يا جدعان، الزمالك عامل 11 صفقة حرفيا جامدين. أنا ألاقي بقول لك 11 صفقة مؤثرين جدا وهيأثروا على أداء نادي الزمالك في الفترة اللي جاية. طب ليه يا عم هيأثروا؟ طب ما عبد الله السعيد ده كبير في السن، عبد الله السعيد لعيب كبير انما كورته في الطبيعي ما بتعتمدش على الجري. عبد الله ممكن يمسك واحدة يمين واحدة شمال يطلع لك واحدة، دي ميزة عبد الله السعيد. الراجل بيعتمد على الكتلة العضلية، وبعدين يا جدعان الراجل حريف كورة، حرفيا عبد الله من أهم اللعيبة في مصر. أنا كأهلاوي كنت أتمنى أشوف لعيب زي عبد الله السعيد في منتخب مصر. وعايز اقول لك على حاجه، في مصر كلها ممكن تلاقي ابو تريكه، صالح جمعه، عبد الله السعيد، صعب ان انت تلاقي لعيب بقيمه عبد الله السعيد. مبروك على نادي الزمالك عبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي. فعلا يا جماعه الزمالك عامل صفقات مهمه جدا. بس الصفقه بقى اللي انا هقف عندها وهي صفقه سيف جعفر. بس صراحه يا جدعان انا شايف ان نادي الزمالك اتغير. مجلس حسين لبيب يا جماعه عامل شغل كويس جدا، عامل متحدث رسمي، الراجل ما بيطلعش كتير، ما فيش حد في مجلس الاداره بيطلع كتير، فدي حاجه نادي الزمالك كان مفتقدها على مدار ال 20 سنه اللي فاتت. الصراحه يا جدعان انا بتمنى نادي الزمالك يفوق من الكبوه اللي هو فيها دي عشان نتفرج على دوري قوي بيمثل الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبيراميدز. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه، وهسيب لكم لينك قناه اليوتيوب الجديده في اول تعليق، عشان قناتنا القديمه كل سنه وانتم طيبين بسبب دعمنا لاخواتنا في فلسطين. الحمد لله على كل شيء. سلام.